تعرف انت من اسوأ الحاجات اللي انت بتعملها في نفسك ان انت تحط الستوب لوز بتاعك على الدخول. انا عارف ان دي فكرة لتأمين الصفقات، بس دي حقيقة اسوأ فكرة. صفقة زي ديت انا دخلتها على اليو اس دي جي بي واي، يعني الباوند ين. هنا انا على تريدنج فيو وهشرح لك ازاي دخلتها وايه اسباب دخولها. اول حاجة على فريم اليوم هنا انا حددت هنا ده اوردر بلوك بيعي. السعر كان عمال يصعد بقوة وسحب السيولة دي. خليها بلون تاني بس عشان تبان ليك بنفسي. وسحب السيولة ديت، وبالنسبة لي السعر خلاص وصل اللي هو عايزه وهيفكر في الهبوط. ندخل على فريم الربع ساعة. انا دخلت الصفقة ديت يوم الخميس في جلسة لندن. فالمهم انا دخلت منين؟ دخلت من هنا، دي المنطقة اللي انا دخلت فيها. دخلت بيع. طيب دخلت بيع ليه؟ لان زي ما قلت لك انا كل المنطقة دي انا في اوردر بلوك بيع على فريم اليوم. لو جيت على فريم الخمس دقايق او الدقيقة تقريبا، بص كده المنطقة دي هتلاقي ان هنا في سيولة اتسحبت. بعد كده السعر عمل تشينج اوف كاركتر او عمل ماركت شيفت. تمام، بعد كده السعر بيكمل في هبوطه خلاص. فانا في صفقة زي ديت دخلتها لونج الحقيقة. دخلت من هنا تمام، وقلت الستوب لوس بتاعي هيبقى بعيد عشان اللهم صل على سيدنا محمد، علشان الاوردر بلوك البيعي. تمام، وقلت خلاص هنستهدف السيولة دي. ده هدف اول بالنسبة لي. كل السيولة اللي تحت دي ده هدف اول، واحد على واحد. بعد كده السيولات الموجودة عندي كلها استهدافها بسيط، ومش هنخلي الصفقة دي سوينج بسبب حاجة ان السعر برضو كل ده بقاله اسبوع كامل بيصعد. فعشان كده عايز حاجة خفيفة، يعني اضرب واجري. تمام، فقلت خلاص هيبقى هدفي الاول هنا وده هدفي التاني. الصفقة كان الريشيو بتاعها 1.5 تقريبا، بس بالنسبة لي مش مشكلة. تمام، جيت بعد كده السعر انعكس عليا شوية، سحب السيولة ديت، والسعر فضل متذبذب متذبذب لحد ما بعد كده جت الساعة 4:30 وهوب نزل بقوة وضرب لي. لا ما ضربليش اهداف لسه، انا هدفي هنا وهدفي التاني هنا. خليك معايا، الاصفر ده الاوردر بلوك البيعي. بعد كده السعر فضل يرجع يتذبذب تاني، وهوب كان في اخبار هنا الساعة 9 بتوقيت نيويورك، نزل السعر سحبها السيولة الاولى والسيولة التانية. يعني انا كان زمان السعر جاب لي اهدافي كلها. بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السعر بعد ما نزل معايا شوية انا ما كنتش هعرف اقعد قدام الشاشة، فعشان كده خليت الستوب لوس بتاع الدخول دخل تقريبا من هنا، او خليته هنا مكسب بسيط شوية. السعر في الارتدادة دي طلع الستوب لوس بتاعي وطلعت من الصفقة كلها. وعشان كده دي اسوأ حاجة ان